السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مروة أو مامة عدي. لو أول مرة تشوفوني بليز اعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الحاجات الجديدة اللي أنا بقدمها. النهاردة أنا هعمل لكم مقارنة بين خلاط كنوود وخلاط مونوليكس. أنا كنت عاملة مقارنة قبل كده بين خلاط مينتا وخلاط كنوود، هحط لكم رابط الفيديو ده في صندوق الوصف لو حابين ان انتوا ترجعوا للفيديو ده. انا كنت اتكلمت قبل كده عن خلاط كنوود، وكنت قلت لكم بصراحه ان هو ما كانش عاجبني قوي في الاستخدام، وقلت لكم ايه هي المميزات والعيوب بتاعته. هتكلم معاكم دلوقتي سريعا كده عن كنوود وبعدين هنخش على المونوليكس. يلا بينا نبدا الفيديو. طيب في البدايه انا كنت بتكلم معاكم عن خلاط كنوود. قلت لكم من ضمن الحاجات الحلوه بصراحه اللي فيه ان هو الشفشق بتاعه كبير، هي الشفشق بتاعه تقريبا لتر ونص. وان هو دايما اللي هو الجزء الرصاصي ده طبعا بعد فتره طويله جدا من الاستخدامات البلاستيك بتاعه بيصفر، فهو الجزء الرصاصي ده ما بيخليش اللون يصفر. بس انا ما كانش عندي مشكله في الشفشق بتاعه، بس كان مشكلتي كلها في الموتور بتاعه. انا الموتور بتاعه ما قعدش معايا تقريبا السنه، وبعدين بدات اقل من السنه بدات اشم ريحه شياط، وبدأ يطلع يعني ويهبب ويطلع هباب من الجزئية دي كده. طبعا انا وقفت استخدامه وبعدين وديته للصيانة او التوكيل بتاعه. طبعا هو كان خارج الضمان خلاص، لان كنا جايبينه زي اي حد بيجيب الحاجة وبيركنها وبعدين لما يجي يتجوز يستخدمها. كنت جايباه قبل الجواز بفترة يعني وركنته. فلما جينا رحنا التوكيل وكده قال لا ده هو عايز يغير موتور، وكان تقريبا احنا ساعتها كنا جايبينه تقريبا ب 800 جنيه. ده الكلام ده مثلا من كذا سنة، من 4 سنين او 5 سنين. كان ب 800 جنيه، وتصليحه كان هيبقى بس عشان يغير الموتور كان عايز حوالي 800 جنيه زيهم يعني. فقلت لا خليه خلاص على جنب، انا هركنه بما انه اصلا كده كده اصلا الخلاط بايظ وفي حاجات حصلت فيه كتير مش عاجبني استخدامه وهشتري حاجه جديده. طيب اللي كان من ضمن عيوب الخلاط برضو اللي ما كانش بيعجبني دي كانت الكبه بتاعته. بصوا الكبه اصلا شبرت كده بسبب تقريبا الفلفل الاسود او كده بيبقى حامي على البلاستيك. الكبه دي بصراحه في الاستخدام ما كانتش بتطحن كويس خالص وما كانتش بتعجبني خالص. كل لما كنت اطحن فيها مثلا فلفل اسود او كمون او حاجه كنت لازم اقعد ارج فيها، وما كانتش بتطحن كل المكونات اللي فيها كامله او يعني واضحه كمطحنه كويسه، لدرجه ان انا شكيت اصلا ان هو في حاجه غلط يعني. وبقيت اسال مامتي على اللي هو الخلاط بتاع مينتا، فقالت لي برضو يعني ها شويه برضو كده. بس انا واضح ان كان عندي الموضوع كان سيء جدا، فما كنتش بصراحه حابه الكبه، وهو كان بيجي بكبه واحده بس. تمام. فخلاط كنود انا بالنسبه لي اكس، ومش هجرب مع اني عندي كبه من كنود وعندي مضرب بيت كنود، بس بالنسبه لي خلاطات كنود كبلندر يعني مش هجرب منهم بصراحه حاجه تاني، لان تجربتي كانت معاه سيئه. طيب ده بالنسبه لخلاط كنود. حبيت اقول برضو ان هو اصلا كنود هو ماركه انجليزي، وده كان يعني مصنوع في الصين. يعني المنتج ده كان صيني، اللي هو بيبقوا اخدين توكيلات يعني بصناعته. كنوت كان موديله بي ال 440. انا خلاص اصلا اوريدي هو مش شغال خالص، بس مجرد يعني مركون، انا مش عارفه لسه هتصرف فيه في ايه، بس انا ركناه عندي ما بستخدمهوش. خلينا نتكلم بقى عن مونوليكس. هقول لكم عيوب ومميزات مونوليكس وكل التفاصيل لو انتوا حابين تشتروا ولا لا. بصوا هو مونوليكس من بصراحه من الماركات. طبعا مونوليكس فرنساوي، كان هو ومينتا كانوا شركه واحده وبعد كده اتقسموا بقت مينتا مصري ومونوليكس فرنساوي. الخلاط بتاعي ده هو مصنوع يعني ميدن ان ايجيبت، يعني هو مونوليكس اخد برضو توكيل مصري، فهو ميدن ان ايجيبت مش فرنساوي اصلي. الحاجات اللي هي الفرنساوي اصلي دي كانت اللي هي بتاعت زمان، او لو لقيتوا حاجه في السوق زي كده فهو يعني بيكون مثلا حاجه مستورده او كده. بس انا المونوليكس بتاعي ده هو مصنوع في مصر. تمام. الضمان بتاعه 5 سنين. استخدامي ليه بقى ايه؟ انا استخدمته دلوقتي بقى لي حوالي 8 شهور بستخدم الخلاط، وبعدين بصراحه انا مش عايزه اعمل لكم اي ريفيو غير لما اكون جربت كل حاجه في الخلاط واستخدمته كتير، واقول لكم بقى عيوبه ومميزاته بقى ايه يعني بمنتهى الامانه. طيب هو مونوليكس بيجي معاه كبتين. الكبه دي اللي هي بتاعه مطحنه للتوابل للفلفل الاسود والكمون والحاجات دي كلها، والكبه دي مفرمه للبصل والثوم والاعشاب. يعني لو احنا مثلا عندنا اي حاجه عايزين نفرموها ممكن نفرمه في اللي هي لونها اخضر دي. تمام. الاتنين الكبتين بالنسبه للاستخدام زي الفل، يعني انا ما عنديش اي مشكله في الاستخدام نهائي. انا ما مجرد ما بحط الفلفل الاسود مثلا او الكمون، يعني انا كنت من كتر ما انا ما بعرفش اطحن في كنوت كنت بجيب الحاجه مطحونه جاهزه، لكن هنا بصراحه انا بجيب الحاجه يعني حصى وبطحنها بنفسي، يعني من كتر يعني ما هو فعلا بيطحن بيخلي الحاجه بودره فعلا. يعني لدرجه انا ما كنتش بصراحه مصدقه من كتر ما انا كنت بستخدم حاجات كده بتبقى برضو يعني بيفضل فيها قطع، فما كنتش بحب الاستخدام تفضل خشنه، مش الناعمه اللي انا عايزاها اللي هي اصلا مش باينه في الاكل. تمام.
تمام. فبصراحه المطحنتين، يبقى احنا بنتكلم عن المطحنتين، فالمطحنتين زي الفل واستخدامهم بصراحه كويس جدا. ده بالنسبه للمطحن. طيب بالنسبه للموتور بتاعه، هو 450 واط. هو 450 واط. الموديل اسمه LM2C3126. تمام. ده الموديل اللي انا جايباه. هو فيه سرعتين، عندي اول سرعه اللي هي دي كده، وبعدين في تاني سرعه اللي هي يعني بيبقى اسرع شويه. وممكن كمان اللي هو اعمل زي بلس، اللي هو ده اللي هو عامل زي كبه كده، اللي هو بيضرب تي تي كده، فاهمين، ويفصل يعني. انا بحاول ان انا اوضح لكم يعني عشان ما اعملش بس دوشه بان انا اشغل الخلاط. طيب. احنا نرجع تاني للخلاط. احنا كنا بنقول ان الخلاط بصراحة انا استخدامي ليه كان كويس وعجبني. وهنا في جزئين اللي هو بيثبتوا علشان الاهتزاز بتاعة الخلاط. هو عجبني جدا وكان كويس معايا. ما قلت لكم انا ما كانش عندي فيه غير عيبين. اول عيب اللي هو كان السلك بتاعه قصير شويه. تاني عيب ان هو خضني للوهله الاولى، ان هو يعني ايه صوته عالي شويه. لكن غير كده هو بصراحه كويس. سعره كان حوالي 1550. كنت جايباه من كارفور اونلاين. ممكن ان انتوا تجيبوه مثلا من كارفور، من امازون، من جوميا، من نون، اي حاجه. لو انتوا عايزين تطلبوه من اونلاين ممكن من بيتك. تقريبا سعره دلوقتي بتروح في حوالي 1700 جنيه في الرينج ده. طبعا عشان انتوا فاهمين ان كل حاجه بتغلى، فالاسعار زادت سنه صغيره. استنوا عروض البلاك فرايداي، استنوا عروض اللي هي يعني عروض كارفور اللي هي شهر واحد، لو انتوا عايزين تاخدوا يعني عرض حلو. بجد انا يعني دي تجربتي وخالص، تجربتي خالص يعني بامانه ليكم. اتمنى ان انا اكون فدتكم بالفيديو ده. وما تنسونيش في اللايك للفيديو والسبسكرايب للقناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الجديد اللي انا بقدمه. واي سؤال ليكم اكتبوا لي في الكومنتات. وميرسي ليكم لوقتكم، ويا ريت اكون فدتكم، وباي باي.